طاجن كباب الحل. عايزه اقول لكم الطاجن ده كان طعمه تحفه، وعملناه بطريقه سهله وبسيطه، والصوص بتاعه كان وهم. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. جبنا حله على النار وحطينا فيها معلقه كبيره من السمنه، واول ما بتسخن بنزل بمكعبات اللحمه، ولما تاخد صدمه هبتدي اقلبها، وانزل عليها بالبهارات: ورقتين من اللورة، فلفل اسود وحبهان بودر ورشه من جوز الطيب. بعد كده هنزل عليهم ببصلة مفرومة و5 فصوص من الثوم، وهقلب اللحمة مع البصل والثوم. بعد كده هكون مجهزة فلفل الوان مقطعاه مكعبات صغيرة، هنزل بيهم على اللحمة، واحط عليهم معلقة صغيرة من الخل ورشة من السبع بهارات. بعد كده هنزل بمكعبات من الطماطم، واحط ربع كوباية مية مغلية، وهسيب اللحمة تستوي على نار هادية. وهنا كانت اللحمة استوت فهنزل عليها بالملح، وهنا كانت اللحمة استوت خالص فهنزل بيها في الطاجن. ويلا بينا ندخل الطاجن الفرن. وده شكل الطاجن بعد ما طلع من الفرن. بجد وصفة سهلة وبسيطة وطعمها تحفة، وطبعا بنقدمه مع الرز الأبيض. عايزة أقول لكم إن اللحمة كانت مستوية حلو خالص، والصوص على الرز بيخلي طعمه تحفة. جربوا الوصفة ومش هتندموا. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة ومتابعة لصفحة الفيسبوك.